مش عارفه ما بيحبوهاش ليه. تعالوا جربوها بالطريقه بتاعتي هتعجبكم قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي بطريقه سهله معانا. يلا بينا هنشوف الخطوات بطريقه برضك بسيطه في حكايات شيرين في المطبخ. يلا بينا. مش عارفين زعلانين منها ليه، واخدين منها موقف. النهارده هصالحكم عليها. النهارده الاكله الاقتصاديه بتاعتنا واكله سهله خالص. مش هناكل فراخ ولا هناكل لحمه. هنعمل النهارده اكله معظم الناس مش بتحبها. انا النهارده هصالحكم بقى عليها. النهارده هنعمل بصاره بطريقتي، بطريقه خفيفه وبسيطه وسهله. تمام. وهصالحكم عليها بما ان معظم الناس مش بتحبها. تمام. معايا بصلتين. تمام. متقطعه جوليان، محطوط عليها معلقه ملح، محطوط عليها معلقه دقيق. تمام. وهنبدا نعمل تقليه البصله. تمام. اللي احنا هنزين بيها الايه، البصاره بتاعتنا. معايا هنا بردك معلقتين زيت. عايزه تحطي سمنه حطي، اي ماده دهنيه. تمام. وهنقطع بصلايه زي انت ما عايزه تقطعيها. عايزه تقطعيها جوليان، عايزه تقطعيها مكعبات، عايزه تقطعيها 4/4. بالنسبه لي الموضوع ايه، عادي كل دوت. هنبدا نحمر البصلايه بتاعت البصاره كده زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. ومعايا الجريل التاني في الزيت اللي هنحمر فيه التقليه بتاعت الايه، البصاره. خليكي كده مركزه وخلي عينيكي وايديكي في كذا حاجه انت بتعمليها، ما تركزيش في حاجه واحده بس. صلوا على النبي يا جماعه. لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تبخليش عليا باشتراك ولايك لو المحتوى عجبك. ولو مش عاجبك المحتوى ما تبخليش عليا بلايك فضلا وليس امرا. طبعا انا زي ما انا قلت لكم حاطه هنا معلقه ملح او شويه ملح على شويه ايه، شويه نشا. تمام. ودبلناهم كويس بطبق مع بعضهم، فرقناهم كويس في طبق كده مع بعضيهم. تمام. وحطيناهم فين، على الطاسه اللي فيها الزيت بتاعنا. نبدا نحمر الايه، التقليه بتاعتنا. يا رب يكون الصوره كده واضحه. تمام. اهي كل حاجه انا بعملها لكم وسهله خالص. البصاره واكل حلو قوي وسهله. كل يوم لحمه وفراخ وطبيخ وإشي في حاجات كده بنعملها. تمام. خليكي كده ايه، غيري. انا مش عارفه انتوا ليه مخصمينها يعني. انا بعملها كل فين وفين بس من احب الاكلات على القلب. تمام. احنا هنا بندبل الايه، البصلايه. البصلايه بتاعتي كده دبلت زي ما حضراتكم كده شايفين. احنا غاسلين الايه، الفول بتاعنا ومصفيينه. تمام. هنبدا نشوحه بردك مع الايه، مع البصلايه اهي. كل ده مع بعض. هشوحه. في ناس ما بتشوحش، لا انا هشوح اهوت. هنحط بس شويه زيت مع الايه، مع البصلايه هنا. صلوا على النبي يا جماعه. وهنحط هنا المفروض نحطي، عايزه تحطي توم 5 فصوص توم كمان. انا حطيت عندي توم مهروس حطيت اهوت. وابدأي شوحي ده كله. وهنبدأ ايه، ايدينا بردك في الايه، في التقلية بتاعتها اهي عشان نحمرها. انت عامل ليه مولد بره؟ ليه عامل مولد؟ تمام. وهنحط ايه دلوقتي، حطينا ايه دلوقتي على الفول بتاعنا. انا عامله قد ايه كميتي، انت على حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا جايبه ربع كيلو فول، على بصلايه متقطعه جوليان، على معلقه توم مهروس. ما عندكيش مهروس حطي 4 فصوص توم او فصين توم زي انت ما عايزه. تمام. اخرجي. تمام. وهنحط بقى دلوقتي الخطوه بتاعتي اللي انا بعملها. هنحط شويه ايه، كزبره كده نشوحهم ايه مع الحاجات الحلوه ديت. الريحه بقى ايه، لسه ما عملناش الاكل، الريحه هي
اهي الريحه هي، خلي ايديكي فيها اهي. تمام. بس يا توت دلوقتي كده الحاجه بتاعتي كده اتبلت تمام اهي. تمام. هنحط عليها ايه بقى؟ شويه فلفل اسود بصوت خالص اهوت، وهنحط شويه كزبره ناشفه وشويه كمون. ده شويه كمون اهوت اهوت. اللهم صل عليك يا نبوة. ونحط شويه كزبره ناشفه برضو بتدي ريحه. تمام. وهنقلب بردك الحاجات دي مع بعضيها كده. الريحه مش قادره اقول لكم. وبعد كده هنعمل ايه؟ هننزل بالميه بتاعتنا اهي. الميه بتاعتنا اهي. وهنبدا ننزل باتنين ايه؟ باتنين ماجي. عايزه تحطي واحده حطي عادي برضو اهوت. انا هحط ماجي بدل الملح، هحط واحده تاني. انا مش هحط ملح انا كده خلاص. تمام. ايديا بردك في التقليه اهي. نبدا ايه؟ نقلبها كويس. هنقلب كده البصاره كده، هنخليها بقى لغايه لما تتهري. لو عندك طماطميه يا سلام، بس انا بقلب في المطبخ ما لقيتش فيه طماطم في التلاجة. حطي كده الحاجات دهيت اهيت. نبدا نقلب حاجتنا اهي وكده كده. مع اني مش عارفه لازقوا ليه في بعض، مع ان انا فرقه اهوت. يا رب متنسيش اللايك، متخليش عليا بلايك. تمام. كل سنه وحضراتكم طيبين. يعود علينا وعليكم يا رب بالخير يا رب. نعمل بقى جنبها شويه بطاطس، شويه باذنجان مقلي مخلل. تمام. احلى اكله وكلي بقى وعيشي حياتك. اهي. زي البصله بتاعت الكشري بالظبط. طبعا الزيت ده انا مش هرميه. لو عايزه تخلي تقلي بتنجان عشان تخليه تمام تمام، يعني حرام الزيت يترمي اهوت. انا عن نفسي هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. اهي. اذكروا ربنا دايما في بقكم، اذكروا ربنا وصلوا على النبي كتير. قد ما تقدروا ذكر ربنا وناديه في بقكم، خلي اكلكم يبقى فيه بركه. تمام. كده هنصفي كده الايه التقليه بتاعتي. هعمل ايه بقى بشويه زيت كده منهم، واحط كده شويه كده تدي بردك طعم حلو. جربوها بطريقتي مش هتندموا والله، مش هتندموا. مش هتطفي عليها غير لما تتهري. تمام. اما تستوي هرجع لكم تاني. بصوا انا بالنسبه لي كده البصاره كده ايه اتهرت واتكسرت اهي. وعايزه ميه، انا حطيت لها ميه بس ما تكتروش ميه عشان هي ايه كده كده هتتقل.
تمام. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بباقيه الخضره بتاعتنا اللي احنا عملناها. انا حاطه حزمه وحزمه وحزمه، حزمه شبت وحزمه بقدونس وحزمه كزبره. هنحطها بقى كده دقيقتين كده ولا حاجه، بعد كده هستنى عليها ايه تبرد، ونضربها فين؟ في الكبه او نضربها فين؟ في الخلاط زي ما انت عايزه. اهي انا حطيت ليه المرحله دهيت الخضره عشان ما تغمقش معاك البصاره. تمام، البصاره نفسها ما تغمقش ايه معاكي، تبقى كده مخضره كده وحلوه. تمام، هسيبها كده هديها كده غلوتين ولا حاجه، وبعد كده هسيبها تبرد، وبعد ما تبرد هضربها في الخلاط، وبعد كده نبدا نشوف ايه احنا هنقدمها ازاي. بصوا يا حبايبي، انا نسيت اقول لكم حاجه. الفكره ان انا حطيت الخضره دلوقتي عشان حاجه معينه. شويه الخضره اللي انا حطيتهم في بدايه قولوا معايا، في بدايه التشويحه بتاعت الفول اهي. بصوا يا رب تشوفوها، هتلاقوها مغمقه كده. يعني انا دلوقتي لو كنت حطيت الخضره بتاعتي كانت هتبقى ايه مغمقه كده. ده المقصود بكلامي، اللي انا بحطها المرحله الاخيره كده عشان ايه تبقى مغمقه. تمام، هرجع لكم تاني بس يا بابا. بصوا دلوقتي انا ضربتها في الايه في الكبه بتاعتي. تمام، وهنبدا نديها كده غلوه. ومعايا دلوقتي بصله صغيره. تمام، ومعايا معلقه توم، هنحطها هنا لغايه لما تغلي شويه. معايا هنا ماده دهنيه، عايزه زيت سمنه اللي انت عايزاه. معايا بصله صغيره مضروبه ناعمه. معايا معلقه توم صغيره. هنحط دلوقتي ايه شويه كزبره. دلوقتي حطينا شويه كزبره اهي. ماشي، الفرق بين طشه الملوخيه ان البصله الايه الناعمه. تمام، بتفرق قوي في الطعم. تمام، وكل ما بتبرد بتتقل. يعني ما تفتكريش اللي هي خفيفه، لا، كل ما بتبرد بتلاقي سمكها تقل معاكي. تمام، هنا هنديها غلوه بس كده بعد ما ضربناها. بصوا بقى لما اللي انا بقول لكم الخضره لما حطيتها اخر مرحله، شوفوا اللون عامل ازاي. اللون مش غامق، انتوا فاهمين قصدي؟ اللون كده لون حلو طبيعي. ده المقصود بكلامي يعني. صلوا على النبي يا جماعه، ما تنسوش اللايك يا جماعه، ما تنسوش اللايك. تمام، اذكروا ربنا دايما فضلا وليس امرا. تمام، اللايك يا جماعه، اللايك. هنا بنديها كده غلوه عقبال ما الطشه بتاعتنا ايه تدخل في السوا، ونبدا نديها الطشه بتاعتها، ونبدا بقى نغرف الايه الاكله بتاعتنا اللي معظم الناس مش بتحبها. بس لو انت جربتيها بالطريقه بتاعتي ديت هتعجبك قوي ومش هتبطلي تعمليها. انا بعملها كل ما يهفني الشوق عليها. بس اكله يعني بصراحه هي والعجه ام بيض والبصل والكلام ده دول من احب الاكلات لقلبي يعني ما زهقش منها. ومع بقى شويه بطاطس محمره مع شويه بتنجان مخلل كده مقلي. تمام، مش قادره اقول لكم الدنيا هتبقى عامله ازاي، هتبقى معاكم في حته تانيه، تبقى معاكم في حته تانيه. ولو بقى ايه طماطميه كده مخلله. تمام، انا بقول لكم افكار انا مش هعملها، انا هعملها كده بصاره، وهحمر شويه بطاطس وكده شكرا. عشان املاحي عاليه اصلا مش هينفع اكل ايه حوادق. اهي ربع كيلو معاكها يعني. لو انت يعني عيلتك من فردين الربع كيلو مش قادره اقول لكم هيعمل معاكم بتاع 3 اطباق حلوين يعني. تمام، هي الفرق بينها وبين التومه بتاعت الملوخيه اللي هي ايه البصله اللي انت بتنعميها وبتحطيها. بصوا انا عندي هنا الايه البصله كده خدت غلوتها اهي غليت. تمام اهي، هقفل عليها اهي.
وهي الصورة معلش يا جماعة، بتمنى كده ان الصورة تكون كويسة. حبايبي كده البصارة بتاعتي خلصت اهيت بصوا شكلها لونها عامل ازاي اهوت. هنبدأ بقى ايه، نحط لك كده شوية ايه اللي هو التقلية اللي احنا عملناها اهيت، احلى تقلية اهي تمام. وما تبرد بقى ايه عرفت ليها كويس. ودي التقلية اللي احنا عملناها اهيت قرمشة اهي تمام. دي كانت الحلقة بتاعتي النهاردة، يا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب كده تكونوا حلقة بسيطة على قلبكم وجربوها بالطريقة بتاعتي هتعجبكم قوي. باي باي في حكايات شيرين في المطبخ، يلا باي باي.